السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي بصي انا جايبه 3 فرخات. تمام، مسكت الحوض الاول. اول حاجه عملتها صبنت الحوض كله ونضفته، وبعد كده مسكت ال3 فرخات زي ما انتم شايفين كده، نزلتهم تحت الحنفيه وهمسكهم اشطفهم الاول، وبعد كده همسكهم لو فيهم اي لو مؤاخذه ريش اي حاجه وحشه هطلعها. وبعد كده امسكهم اقطعهم مع بعض، وهنشوف هنطلع منهم ايه وهنعمل فيهم ايه. هنا خلاص انا شطفتهم خلاص وخلصتهم نضفتهم خالص. هاجي جايبه ماسكه بقى. انا بحب بصراحه اكل الرجول لان فيها كولاجين، ويعني كل الدول في الصين وكله بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله ده. فانا بحب الرجول، فحدش يعلق عليا في موضوع الرجول ده. فانا دلوقتي همسك بقى الرجول بتاعه الفراخ اشطفها، وبعد كده هجيب طبق نضيف كده واحطهم فيه، وبعد كده هجيب مديره على الكبد والقوانص بردك نفس الكلام. امسك الكبده اغسلها واطلع منها القلب، وامسك القلب بتاع الكبده افتحه. تمام. وطلع بيبقى فيه لا مؤاخذه كده زي دم كده في القلب، فبتمسكي بايدك كده تطلعيه تحت الحنفيه بيطلع بسهوله. وبعد كده بتمسكي الكبده بردك بتلاقي فيها زي عروق كده في الكبد. تمام، فانت بتشيليها بردك العروق اللي فيها دم ديت، وتيجي ماسكاها بردك حطاها في الطبق، وبعد كده القنصه، وبعد كده بتضير بقى على الفراخ نمسكها نقطعها دلوقتي مع بعض. همسك بقى هنا الفراخ احطها في قلب الحوض تاني بعد ما شطفت الحوض وخلصت كل اللي فيه. حطيت بقى كيس قدامي، همسك بقى الفراخ دلوقتي اقطعها بالسكينه. الحته اللي عندي الجناح الحته الصغيره دي بتبقى مخليها الشوربه زفره، فانت لما تقطعيها تخلي شوربتك رايقه وتخلي الشوربه ريحتها حلوه، ما تخليهاش فيها زفره ولا فيها اي حاجه. خلاص كده انا شلت الحته اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتبقى في الجناح. همسك بقى الفرخه دلوقتي اقطعها زي ما انتم شايفين كده من النص، امسكها من عند الرجلين كده واجي ماسكاها اقسمها نصين، وبعد كده هاخدها تحت الحنفيه اشطف الحته اللي انتوا الوركين اللي انا قطعتهم واقسمهم نصين. انت عايزه تعملي كل ورك حتتين براحتك، انا هسيب كل الورك يعني الواحد بواحد على بعضه، الورك على بعضه. همسك بقى هنا الصدر، هاجي ماسكه الجلد واخده بالسكينه الجلد من بين الصدر والجلد، وهمسك الجلد افصله عن الصدر عشان انا عايزه اطلع بانيه من الصدر ده. فهناخد الصدرين بس في نفس الوقت مش هطلع الصدر كامل، لا هخلي فيه بواقي تبقى مع القفص الصدر بتاع الفرخه كده ومع الرقبه، بحيث ان انا بردك استفيد باني انا مرميش ما يبقاش الصدر فاضي، وفي نفس الوقت بردك انا اخدت بانيه. انا هوريكم كل الخطوات دلوقتي مع بعض وهتشوفوا انا اقصد ايه من اللي انا بقوله لكم. بصوا بقى، انا بعد ما فتحت بقى الصدر نصين كده تمام، فطبعا هنا عند القفص اللي هو تحت بيبقى قلب الفرخه نفسه بيبقى فيه حاجات كده اللي هي الفشه دي والحاجات دي ودم وكلام من ده، فانا باخدها تحت الحنفيه اشطفها تاني ونضفها خالص قبل ما افكر ان انا اعمل من الصدر بانيه. فانا دلوقتي بشطفها خالص واطلع اي حاجات مزحلقه فيها، اي بواقي ملهاش اي لازمه بطلعها، وحاطه الكيس قدامي على الحوض زي ما انتم شايفين بحط فيه كل حاجه. وبعد كده همسكها بقى اقطعها زي ما انتم شايفين كده من النص. هفصل الصدر اهوت لوحده. بصوا بقى انا باخد الصدر ازاي، انا ده اللي اقصده اللي انا عايزه اوريه لكم، ان انا ما باخدش الصدر كامل. الحته اللي بتبقى فيها فص دي بسيبها، ما بطلعهاش، بخليها في الفرخه يبقى الصدر فيه لحم، لا عشان خاطر في نفس الوقت انا بعمل بانيه، وفي نفس الوقت لما اجي اسوي الصدر ده مع الجناح اللي متبقي في الصدر ده مع الجناح اللي هو الفص ده، يقوم يعمل معايا اكل. ده يتاخد مناب لعيل، يتاخد مناب لاي حد على فكره، حتى لو حد كبير، لان انت سايبه فيه لحم، مش واخده الصدر زي بتاع الفراخ بيطلع لك عشان هو بيبيع لك بانيه صافي. فانا بعمل كده، وفي نفس الوقت بسيب لحم في الفرخه في الصدر نفسه مع الجناح ومع الرقبه، فبيعمل مناب مع الواحد. وهيطلع معايا كذا اكله، وهتشوفوا دلوقتي كل اللي انا بقوله لكم ده انا صادقه فيه ولا لا. خلاص كده انا خلصتهم تقطيع زي ما انا وريتكم كده ماشي. همسك بقى شوفوا كام صدر طلع معايا، وهيطلع لي بانيه وهيطلع لي شاورما، وهتشوفوا دلوقتي معايا ماشي. فانا دلوقتي همسك الحوض كله بقى انضفه، والمصفى اللي انا بتاعه الحوض بنضفها زي ما انتم شايفين، وحطيت كل الحاجات دي في قلب الكيس، وهاخدها احطها في الزباله لا مؤاخذه يعني. وبعد كده بقى امسك الحوض اصبنه، هتشوفوا دلوقتي، وبعد كده امسك الحوض اصبنه، وبعد كده نقطع بقى البانيه ونقطع الشاورما ونقطع الفراخ. خلاص كده انا خلصت الحوض من كله، مسكت الحاجه اللي انا كنت بقطع بيها خلصت، شطفتها وشطفت الحوض تاني. همسك بقى الفراخ اشطفها تحت الحنفيه واحط عليها ميه، واحط على طبق البانيه عشان وهركنها على جنب، وامسك بقى الحوض بالسكينه بالطبق بكل اللي انا استخدمته. هتشوفوا دلوقتي همسكه كله اصبنه والحنفيه وكله عشان تبقى الدنيا حوالين منك نظيفه، وتبقى الدنيا حوالين منك رايقه، وما تلاقيش نفسك لا في ريحه زفاره ولا في ريحه حاجه. والموضوع اللي انت تحطي كيس وتحطي في قلبه الحاجه ده اسهل لك، لا بيخلي لك المطبخ ريحته زفاره
ولا اي حاجه. تغسلي ايديك ومطرح ما نضفتي والحوض بتاعك والسكينه وحاجتك كلها، وتخلي الدنيا نظيفه. وبعد كده تفضي بقى الفراخ في الحوض على نظافه عشان تكملي بقيه شطفهم وتحطيهم في المحلول بتاعهم. بصوا بقى هنا انا مسكت الفراخ حطيتها في الحوض زي ما انتم شايفين. بحط بقى في قلب الطبق ملح، واقطع الليمون قدامكم اهوت. هحط الليمون ماشي، وهحط بقى المحلول كلته اللي هو بتاع نقع الفراخ. هعصر 5 ليمونات 6 ليمونات. كان ليمون كنت انا حاطاه في الفريزر يعني شايلاه في الفريزر. همسك بقى الطبق ارفعه واحطه على جنب، وبعد كده وهنزل بقى بمعلقتين سكر، وهنزل بورق لورا مطحون. انا عندي ورق لورا مطحون، بس انا عشان الطبق الكاميرا مش جايه عليه، فانا بقول لكم على المقادير اللي انا بحطها. وهمسك طماطمتين كمان اقطعهم عشان تسحب ريحه الزفاره. وبعد كده همسك الفراخ اشطفها واحطها في قلب المحلول، وهشطف صدور البانيه كمان واحطها في قلب المحلول عشان كل الثلاث فرخات كلهم تطلع منهم ريحه الزفاره. وبعد كده هنشوف بقى هنقطع البانيه ازاي. همسك بقى البانيه اقطعه. شايفين الحته اللي هي بتبقى خفيفه دي؟ انا كل اللي بيطلع معايا ده كله هقطع منه شاورما. فامسك بقى تغطي على بكف ايدك على صدر الفرخه كده. هتطلع وتمشي بالسكينه بالراحه، بس لازم تكون سكينتك حاميه تحت ايدك عشان تمشي وتخلي بالك تمشي. هتطلع معاكي قطعه البانيه. شايفين قطعه البانيه طالعه معايا حلوه ازاي؟ ونفس الطريقه في الصدر التاني اهو زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى الحته اللي انا بطلعها الصغيره دي؟ بمسكها بقى، جايبه علبه تانية، ما عنديش اطباق فوم فانا عندي العلب دي شايلاها. بمسك بقى الحتت اللي بتطلع معايا دي بقطعها كلها. فانا هعمل كل الصدور اللي عندي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهخلصها واوريكم الكميه عامله ازاي. هنا خلاص انا خلصت كل البانيه زي ما انتوا شايفين. بصوا كام قطعه معايا طلع البانيه. او اكتر من يعني والله حوالي كيلو الا ربع ولا كيلو. وطلع معايا نص كيلو شاورما. طلع معايا شوفوا حاجات قد ايه من الصدور بتاعه الثلاث فرخات. وهنعبي بقى الفراخ في اكياس بعد ما اشطفها من المحلول. هحطها في المصفى الصفة اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده همسكها بقى اعبيها في الكيس. انتوا بقى حطوا المنابات زي ما انتوا عايزين. اجيب اكياس تلاجة وهمسكها اعملها واوريها لكم بعد ما اغلفها. انا هنا بقى غلفتهم زي ما انتم شايفين اهوت. انا عملوا معايا بصوا كام كيس. عملوا معايا هنا كيسين، والكبد لوحدها اهي، الكبده والقوانص لوحدها هعملها احوش عليها واعملها في اكله. ودلوقتي هعمل منها اكله تانية. يعني طلعت معايا 3 اكلات. الثلاث فرخات عملوا 3 اكلات. واحده هعملها دلوقتي و2 شلتهم. كل كيس فيه 5 منابات علشان احنا 5 افراد. وعندي هنا بقى طبق الشاورما اهوت نص كيلو. وعندي طبق البانيه كيلو ولا كيلو الا ربع. هنقول يا 6 كيلو الا ربع. احسبيها بقى انتي الثلاث فرخات طلعوا لك كام اكله. وحوالي كيلو بانيه او كيلو الا ربع بانيه. شوفي انت بتجيبي كيلو البانيه بكام او كيلو الا ربع بكام. ونص الشاورما لوحده بكام. 400 جنيه او 300 جنيه اللي هجيبي بيهم فراخ عشان الفراخ رخيصه اليومين دولت تعملي بيهم كذا حاجه. فانت اعملي الميزانيه بتاعتك وخليها معاكي من الشهر للشهر. وربنا يعين الناس كلها يا رب على الغلا اللي احنا فيه. ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.